الأحزاب التي انسحبت واعترضت على سيطرة الأحزاب والتيارات الإسلامية على تشكيل الهيئة التشريعية العامة للمكتب الرئيسي وأيضا اللجان الفرعية. من ضمن الأحزاب التي انسحبت أو التي اعترضت حزب الوسط، ومعنا النائب محمد جعفر وأيضا دكتور يحيى الشيمي، النائب يحيى الشيمي وجيه الشيمي، عفوا وجيه الشيمي، عضو مجلس الشعب عن حزب النور. ونبدأ بالاعتراض ثم دكتور. أستاذ محمد جعفر، نائب المحترم، اعتراض حضرتك أو وجهة حضرتك في الانسحاب أو الاعتراض على اللجان؟ والله هو مش مسألة اعتراض، هي الموضوع احنا بس كنا نتبنى أن هذا البرلمان يكون مختلف تماما عن أي برلمان آخر. يعني برلمان عقب ثورة، وثورة كانت ناجحة، وثورة شعبية وليس ثورة عسكر أو ما إلى ذلك. فكنا نتمنى أن البرلمان يكون الممارسة البرلمانية تكون بشكل مختلف، بمعنى أنها تكون بعيدة عن قضية سيطرة الأغلبية، بمعنى أن هذه يعني نحن الآن في لجان نوعية. اللجان النوعية بتقوم على التنوع، بتقوم على قضية كنا نوعية، بتقوم على التخصص. يبقى أفضل عنصر يبقى هو الرئيس اللجنة، أفضل عنصر وكيل اللجنة. يبقى كنا نريد ان تبتعد قضيه انتخابات اللجان عن التربيطات الحزبيه. بس هو كل ما كنا نتمناه هو ان ابتعاد انتخابات اللجان عن التربيطات الحزبيه فقط، ولكن ده لم يحدث للاسف. يعني طيب دكتور يحيى، مصر على يحيى دكتور وجيه عفوا بنشوف ان البعض في اتهامات مباشره ان سيطره التيارات الاسلاميه وسيطره الاغلبيه على المكتب الرئيسي التشريعي وايضا اللجان دون النظر الى الكفاءات. تقدير حضرتك؟ لا، عملية دون النظر للكفاءات فيها نظر. هي في كفاءات، واللي بيتولى بالفعل او اللي بيترشح بيبقى كفء وهو شايف نفسه ان هو كفء. ولا شك ان كل حزب بيبقى حسب ثقله في الشارع وحسب اختيار الناس ليه، والناس اختاروني كحزب، وانا ليا ثقل معين، فحسب هذا الثقل انا بترشح، وعدد على حسب اعضاء اللجنه اللي موجودين بينتخبوا الناس اللي موجودين او اللي بيترشحوا. فالفرصه متاحه للجميع ان هو يترشح، وحسب الاعضاء اللي موجودين هينتخبوه او مش هينتخبوه. بعض الأحزاب أو بعض حتى المستقلين قالوا إن في تربيطات مسبقة ما بين الأعضاء وما بينهم وبعض، وده بيطرح وبنبقى قدام الأمر الواقع عند النتيجة. هو التربيطات ما ممكن أي مجموعة تربط مع بعض، ما ممكن المستقلين يربطوا مع بعض. لا مانع من هذا. لا مانع من هذا. لا مانع من هذا. طيب اعود لحضرتك يا استاذ محمد. عايزه اقول لحضرتك ان الاغلبيه يحق لها تشكيل اللجان، تشكيل المجلس، وايضا يحق لها وده بنشوفه حتى في الدول الاخرى يحق لها تشكيل الحكومه. فلماذا الاعتراض؟ الاعتراض لان ليست في وقت عادي، نحن في مرحله انتقاليه. البلاد في المراحل الانتقاليه على عكس مراحل الاستقرار. مراحل الاستقرار الاغلبيه تفعل ما تشاء والاقليه تفعل ما تشاء، كويس. اما مراحل الانتقاليه محتاجه نوع من التوافق، محتاجه نوع من تقديم الأكفأ والأفضل، وإن خالف في المنهجية، وإن خالف في التوجه، وإن خالف في كونه أغلبية أو أقلية لا مانع. هي دي بس النقطة. هي مسألة مش اعتراض أو غير اعتراض، هي مسألة إحنا نرى الأوفق يعني أن يكون هو ده، وهم يرون أن الأوفق هكذا. بس يعني في اختلاف في وجهات نظر. يعني دكتور وجيه، النظرة التوافقية في منع ان يكون اغلبيه وان انا اكون كفء لهذه اللجنه او اكون قادر ان انا اكون رئيس لجنه او وكيل لجنه. ولكن لا مانع ان انا اكون كفء واكون رئيس لجنه وانا في اغلبيه او في حزب له ثقله في المجلس او كيان له ثقل في المجلس. لا تعارض. لا تعارض بين الكفاءة والأغلبية. أنا أملك الأغلبية وفي نفس الوقت أملك الكفاءة، فلماذا الاعتراض وكل هذا؟ أنا أترشح وحضرتك تترشحي، والأعضاء اللي موجودين في اللجنة هم اللي ينتخبوا، مش كل الأعضاء تكتل معين أو حزب معين. لأن أي حزب موجود أو أي تكتل أو أي جبهة لا تمثل 50% أبدا في المجلس. نعم. أستاذ محمد، إيه رأيك في الكلام؟ مسألة الكفاءة مسألة طبعا نسبية. يعني الكل يرى في نفس الكفاءة، ولكن طبعا في مقاييس وفي معايير معايير قياسية للكفاءة. الموضوع مش مسألة ان انا مثلا متخصص في الموضوع، مثلا اللجنة التشريعية مش معنى ان انا محامي بقيت انا كفاءة. ولكن لا، في معايير. يعني مثلا في استاذ دكتور، في رئيس قسم في احدى الجامعات في كلية الحقوق مثلا، في مثلا رجل. ولكن الخبرة أيضا تحكم يا أستاذ محمد. يعني ست نائب الخبرة أيضا تحكم. احنا اللجان مش مسألة خبرة سياسية، في خبرة سياسية وخبرة نوعية وخبرة
تكنوقراط او خبره علميه. كويس. اللجان اللي هي تحكمها الخبره السياسيه. اللجان مساله ممارسه فنيه لامر من الامور، كويس، يعرض عليها يعني لجنه الصحه تعرض عليها قضيه خاصه بمستشفى، خاصه بانشاء مركز طبي، خاصه بانشاء هكذا. فلا بد ان يكون رجل يفهم في التخصص جيدا، وافضل احنا عايزين افضل شيء في كل شيء. طب هقول لك على حاجه، انا ممكن بس ارد اقول المكتب التشريعي او الرئيسي للمجلس بيفتقد لاي وجود تشريعي او نعم اكيد، على ان اللي موجودين فعلا يعني المطروحين فعلا من حزب الحريه والعداله او من التحالف الديمقراطي فعلا قد يكونوا فعلا ده لا يعني الاعتراض هنا ليس طعنا في كفاءه احد، يعني مش طعنا في كفاءه المرشحين ابدا، ما بنقولش ولكن احنا عايزين الامر يمشي بشكل في معايير قياسيه للموضوع. انت قلت كمان توافق يا دكتور وجيه اعمل مداخله مع حضرتك. يعني انا في اللجنه التشريعيه والدستوريه. نعم. انا استاذ الشريعه الاسلاميه في جامعه الفيوم. نعم. وابحاثي في المقارنه بين الشريعه والقانون. نعم. ولم اجد غضاضه ان يترأسني الخضيري. نعم. ولم اجد غضاضه ان يترأسني صبحي صالح. نعم. في هذا المجال. بس انا اعلم ان هم في القياده والاداره لهذه اللجنه سيكونون مثلا اكفأ مني في هذا الجانب. ولذلك انا اسلم لهم بهذا. دكتور وجيه، هو قال سيادة النائب ان فكرة التوافق هناك الأغلبية وهناك الأقلية، من يسعى إلى فكرة التوافق أو التنازل بمعنى آخر؟ خلينا نكون صراحة ونقول اللي بيحصل فعلا على أرض الواقع، الأقلية أم الأغلبية؟ لا، مش عملية الأقلية والأغلبية. يعني مثلا احنا دلوقتي بنقول المعايير. طب من الذي سيضع هذه المعايير؟ ومن الذي سيكيف هذه المعايير انها تتوافق في فلان ولا تتوافق في فلان؟ دي قضية برضك نسبية. يبقى هي القضية ان فلان ده معروف عنه بالكفاءة وله باع في العمل في هذا المجال، احنا بنقف وراه. أشكركما وإن شاء الله كل التوفيق والتوافق. يعني يا ريت الصورة دي نشوفها تحت قبة البرلمان. أشكركم وأعود إلى زميلي عمرو في الاستوديو.